اليوم ان شاء الله باش نحضروا مع بعضنا كمونية بالحم العلوش، حاجة خفلف وبنينة على الاخر. خديت شوية زيت زيتونة حميتهم شوية ومن بعد باش نذبل فيهم بصلة متوسطة، قصيتها طريفات بالطريقة هذه، ومن بعد باش نكمل نحط اللحم قصيتهم متوسطين، وباش نفوح شوية كركم وفلفل أكحل، ديما اللحم تفوحوه بشوية كركم وفلفل أكحل، وعندي شوية زعفران زيادة باش نرش عليه شوية زعفران. قليت اللحم شوية ومن بعد باش نكمل مغرفة كبيرة طماطم معجونة باش نحلها بشوية ماء سخون، نقلها دقيقة من زمان ومن بعد نكمل بقية الفحات. دونك حطيت مغرفة صغيرة فلفل زينة، وباش نزيد رشة صغيرة تابلو كروية براس الحانوت، شوية هريسة عربية خاطرها حارة اللي عندي، حطيت شوية كهو، كملت ملحت وباش نمرق بالماء السخون ونخليها تطيب. بالنسبة للكمون ما نحطوش في المرحلة هذه، نحطه في نص الطياب، نحط مغرفة صغيرة، ومن بعد وقت رصي الكمونية متاعتي تحضر نزيد رشة صغيرة فلفل أكحل وقرن فلفل أخضر ورشة صغيرة كمون، جيست صغيرة على الآخر، ما تكثروش من الكمون راهي تمرار المرقة. نحركهم شوي ومن بعد ديريكت نحطه في صحن التقديم، ونزيدوها رشة المعدنوس ورشة البصل باش تزيد بنة على بنة. هذه كانت وصفتنا لليوم، وتجيكم كمونية بنينة وريحتها فاوحة سهلة على الآخر، ما تاخذش برشا وقت وما فيهاش برشا فحات. إن شاء الله وصفة اليوم عجبتكم، صحة وبالشفاء اللي باش يجربها. وتوا ما بقى كان باش نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالسلامة.